حسناً يا جماعة، قولولي إزاي ده مش إعلان حرب؟ ده سنيكو هو مش مغربي بس بيحتفل بفوز المغرب على هولندا. هو ملوش علاقة بأي بلد من الاتنين دول. ليه بيحتفل؟ عشان المغرب بلد مسلم. هو ده الموضوع بالنسبة للناس دي، كل حاجة عن الإسلام وخلاص. أي حد مش مسلم هو عدوهم. مدينة نيويورك في الجمهورية الإسلامية لنيويورك ليوركستان، أهلا بيكم في نيويورك بتاعت مندوني. إن شاء الله العالم كله مسلم. بما فيهم أمريكا، العالم كله هيبقى مسلم. ده إعلان حرب. احنا خلاص خدنا مدينة نيويورك ومينيسوتا. وهم كانوا بيعلنوا. يمكن محتاج درس تاريخ صغير عشان تعرف على فكرة ده مش جديد. مفيش حاجة جديدة. محمد مؤسس الإسلام عمل نفس الحاجة بالظبط لما هرب من مكة في نص الليل، لأنه كان فاكر إنه وقته خلص وإنه انتهى في مكة. راح للمدينة اللي كانت مسيطر عليها قبائل يهودية. هم سمحوا له يدخل، وبعد كده انقرضوا. في خلال كام سنة انقرضوا. عن محمد وهو جاي مهاجر لمدينة يهودية زي المدينة. الكلمة المفتاحية هنا هي كمهاجر، لأنهم فعلا بيستخدموا نفس الأسلوب. بعد حوالي 1400 سنة بريطانيا راحت، ألمانيا، فرنسا راحوا، أستراليا بتضيع، كندا بتضيع، وأمريكا كمان بتضيع. يعني نقدر نلومهم فعلا لأنهم حتى ما جددوش أساليبهم. هم بيستخدموا نفس الخطة من 1400 سنة فاتت، ولو لسه بتقع في نفس الفخ أنا برفع إيدي. أنا بقالي تقريباً 10 سنين بحاول أحذر الغرب. مفيش يهودي واحد باقي في المدينة اتطردوا أو اتقتلوا أو اتاخدوا عبيد. يعني هي عملية من 3 خطوات: هجرة، زيادة، إبادة. يهاجروا البلد مضيفة كلاجئين دينيين. نفس الحاجة حصلت في الهند برضو على فكرة. لاجئ، زود عدد أتباعك وسط الأحياء اللي فيها أقليات، وبعد كده تلاقي فجأة أعمال عنف عشوائية، طعنات، هجمات بالأسيد وحاجات زي كده. وسكان الحي الأصليين ما بقوش حاسين بالأمان، فبيمشوا ويسيبوا المكان وهم بياخدوا الحي كله. إيه اللي حصل لل3 عشائر اليهودية اللي سمحوا لمحمد يدخل؟ طيب بنو حنوكة محمد اتهمهم انهم خالفوا الاتفاق واعتبره لاغي وطردهم. الاتنين التانيين وقفوا يتفرجوا. زي انا بكره العشيرة دي، يستاهلوا اللي حصل لهم، صح؟ دلوقتي بقى في عشيرتين يهوديتين بس. بعد كده محمد اتهم العشيرة التانية إنهم خالفوا الاتفاق واعتبروا لاغي وطردهم، والعشيرة اليهودية الكبيرة وقفت تتفرج. دول كانوا دايما منافسين ليا، أنا بس بكرههم. ودلوقتي بقى في عشيرة يهودية واحدة بس، بني قريظة. حاصروهم لمدة 25 يوم، ولما آخر قبيلة يهودية استسلمت جابوهم للسوق وقطعوا رؤوسهم. في خلال 5 سنين من محمد، في تقديرات بتقول إن العدد كان ما بين 70 ل 300 رجل يهودي، وأصغرهم كان ممكن يكون عنده 14 سنة. المعيار كان لو بدأ يظهر لك شعر العانة يبقى تعتبر راجل. احنا عارفين إن الأولاد ممكن يظهر لهم شعر العانة من سن 12 أو 13 أو 14، وأحيانا من سن 12 وطالع. محمد صفهم وقطع رؤوسهم. هم ما حاربوش. اليهود دول من بني قريظة ما حاربوش محمد. هم بس زي ما بيقولوا ما شاركوش في القتال مع المسلمين. دي هي التهمة. محمد قتلهم كلهم في يوم واحد، وما كانوش هم آخر ناس. ده مصير أي حد مش بس يقف ضد الإسلام لكن كمان يقول يا جماعة عارفين إيه؟ أنا مش عايز أكون جزء من حملة سيطرتكم على العالم. أنا مش عايز أنضم للإسلام. كمهاجر إلى المدينة اللي كانت مدينة يهودية ما بقاش فيها ولا يهودي واحد. بص على ده. لما المسلمين بيروحوا وبيختلوا البلد اللي جنبهم بنعمل ايه؟ بنقتلهم كلهم. لا، النبي قال اول حاجة تعملها انك تدعوهم للاسلام. لو رفضوا تقول لهم ان ربنا فرض عليهم يدفعوا الجزية. في المقابل لما يجي عدو ويهجم على بلدكم انتوا مش هتحاربوا، احنا المسلمين هنحميكم. سبحان الله، مقابل الفلوس القليلة دي. أيوة، الفلوس القليلة دي ممكن توصل ل50% من دخلكم. 50% ده اللي عمله محمد مع يهود خيبر. وانتوا قاعدين في بيوتكم وفي بلدكم وعايشين حياتكم عادي، لكن الحكم للشريعة. يعني ما تفتحوش ملاهي ليلية وما تزنيشوا. لو رفضوا
يبقى لازم نقاتل، ولو قتلناكم بنأسركم، بتبقوا عبيدنا وبناخد أرضكم، وانتوا بتبقوا كده عشانكم رفضتوا. أنا بديكم خيارين كويسين في 40 أو 50 سنة الجايين لما المسلمين يبقوا أقوياء زي ما المفروض يكونوا. فده بيحصل فعلا. هو مش بيحكي لك قصة من الكتب الدينية وخلاص، هو بيقول لك هم ناويين يعملوا ايه وبيخططوا يعملوا فيك ايه. هم جابوا الناس اللي باعت نفسها دول والمؤثرين زي سنيكو. بص على ده، أهلا بيك في نيويورك، بقت يوركستان. دي شوارع نيويورك. ليه احنا سايبين ده يحصل؟ أعظم قوة عسكرية اتعملت في تاريخ البشرية الجيش الأمريكي، والجيش الأمريكي مستحيل حد يهزمه من بره، بس أكيد ممكن يتهزم من جوه. تتخيل إيه لو نص الجنرالات عندك، أو نقول 20% منهم مسلمين؟ ده احتمال حقيقي، لأن بص اسمع الناس دي، شوف بيقولوا لك إيه، شوف بيخططوا لإيه قدام عينك، حتى مش بيحاولوا يخبوه. صورة الإسلام بتتعرض للهجوم من أجيال، وده أدى إلى الإسلاموفوبيا، مش بس في مواقف الناس لكن كمان في سياسات حكومتنا هنا وفي الخارج. والمسلمين الأمريكيين لازم يتدخلوا ويغيروا العلاقة دي. بس ما ينفعش نعمل ده واحنا في الشوارع بس، لازم نكون في قاعات الكونغرس، لازم نكون في غرف الأخبار، لازم نكون زي مهدي حسن، نكون في الفصول، لازم نكون في الكتب، زي جامعات آيفي ليج اللي سيطروا عليها بدولارات قطرية، ولازم نكون في المحاكم وفي ساحة الرأي العام. عشان نعمل كده لازم نكون منظمين، ولازم نكون مخططين كويسين، لأن ده فعلا جوهر إيماننا. فده الواجب المنزلي. احنا عندنا 4000 مسجد على مستوى البلد كلها. 4000 مسجد؟ يا نهار أبيض، اقفلهم كلهم. أنا بأناشد كل مسجد، وخذوا الرسالة دي لمجلس إدارة المسجد والأئمة بتوعكم. كل مسجد لازم يكون عنده صندوق خاص، يكون عنده صندوق خاص للمنح الدراسية. 5 منح دراسية كل سنة، منحة واحدة للصحافة، واحدة تانية لصناعة الأفلام، واحدة ثالثة للقانون، وواحدة رابعة للعلوم السياسية، واحدة خامسة للتاريخ والعلوم الإنسانية. هم منظمين يا جماعة، هم منظمين، وانتم مشغولين بحياتكم، بتدفعوا أقساط البيت وبتتأكدوا انكم مش هتخسروا شغلكم أو أي حاجة تانية. ده اللي هم بيعملوه، هم منظمين، هم جايين وبيعلنوا ده. لو نجحوا ده هيكون أغبى استسلام من أي حضارة، ناهيك عن واحدة من أكتر الحضارات ازدهاراً ونجاحاً، يعني الغرب. لو بدأنا في 2025 بعد 4 سنين من دلوقتي هيبقى عندنا كام؟ 50. 4000 محامي جديد للجالية المسلمة، 4000 صانع أفلام جديد، فيديوهات دعائية، 4000 صحفي، 4000 طالب علوم سياسية، و4000 مدرس تاريخ محتمل. بعد 15 سنة من دلوقتي لو كنا مثابرين هيبقى عندنا 50,000 محامي زيادة للمجتمع المسلم، 50,000 صحفي، 50,000 صانع أفلام، 50,000 معلق سياسي، و50,000 مدرس تاريخ وإنسانية. وعلشان كده نقدر نحكي قصتنا عن الإسلام. هل فاتني؟ أظن إنه كان نفس الخطاب اللي قال فيه إنهم محتاجين 50 عضو كونغرس. طيب هتعمل إيه لما يبقى عندك 50 شخص زي إلهام عمر؟ هتعمل إيه لما يبقى عندك 50 جنرال في الجيش الأمريكي؟ هتعمل إيه؟ زي ما قلت، الجيش الأمريكي ممكن ما يكونش، الجيش الأمريكي ما ينفعش يهزم من برا، لكن ممكن يهزم من جوا. هم أعلنوا نواياهم، هم بيقولوا لك كده. للأسف الأيام دي إحنا مش بنكرر الكلام ده كفاية أو مش بنقوله. إحنا ما عندناش مفهوم العقيدة ده راسخ في عقولنا، إن الإسلام ما جاش عشان يتعايش. الإسلام لا يعلى عليه. الإسلام ما جاش عشان يتعايش. هم بيقولوا لك هم هيعملوا إيه، وبص على ده اللي بيحصل في المساجد في بريطانيا. أقدر أقول لك ثقافياً وتاريخياً عمرهم ما كانوا بيعملوا كده في المساجد.
عمرهم ما كانوا بيستخدموا المساجد في باكستان أو في الدول الإسلامية كمراكز تدريب على القتال اليدوي أبدا، ده عمره ما كان بيحصل. بس دلوقتي بقوا بيدربوا الرجالة إزاي يقاتلوا جوه المساجد عشان عارفين إن دي أماكن آمنة. الشرطة عندنا خايفين يدخلوا، خايفين يعملوا أي حاجة. مفيش استسلام، مفيش بدايه، زي ما انت شايف على الشاشه هنا مش مسموح تستخدم اسلحه او تشيل اي حاجه غير الكراسي. واحد. بص على ده، مش حتى مخبيين الموضوع. كل مسلم عايش في بريطانيا لازم يتعلم يدافع عن نفسه، رجالة وستات وأطفال. في حملة واضحة لتخويف المسلمين هنا، وده بيحصل في السياسة والإعلام وفي الشارع. اللي بيسموا نفسهم وطنيين بقوا يتتبعوا المسلمين في الشوارع وفي الحدائق ويحاولوا يستفزوهم. لسه ما حصلش حاجة لحد دلوقتي. كل مسجد ومركز مجتمعي لازم يوفر تدريب على فنون القتال عشان نقدر نحمي نفسنا. لا، ليه ما ترجعش؟ لو وجودك هنا بقى مستحيل بسبب تصرفاتك بعد آلاف الهجمات الإرهابية، ليه ما ترجعش وخلاص؟ لا، هم مش هيرجعوا لأنهم مؤمنين إن ليهم حق بالميلاد، عندهم إحساس حقيقي إنهم من حقهم يكونوا في الغرب بتاعهم. آسف، خليني أشغلك الفيديو ده. بص على ده المملكة المتحدة. عندهم إحساس كده غلط إنهم من حقهم كل حاجة، لازم حد يفكرهم. آسف، البلد دي مش بلدكم. الغرب جرب التعددية الثقافية وحاول يدمجكم، بس الموضوع ما نفعش. رسميا إنجلترا انتهت. الله، رسميا إنجلترا انتهت؟ يعني إيه إنجلترا انتهت؟ رسميا إنجلترا انتهت. الله أكبر. يا جماعة احنا واقفين في الطابور ليه؟ ده حدث تاريخي. ده حدث تاريخي، عمري ما شفت ده في صلاة الفجر. يا جماعة احنا مشينا في زقاق كامل. إنجلترا خلصت بجد؟ خلصت فعلا؟ هنفضل نستنى لحد ما يفضلوا يستفزونا؟ وأيوة، في حل للموضوع ده.